وي. الرحيم. كان صراحة هي مباراة جد صعبة ما بين فريق نهضة بركان وفريق الزمالك المصري. كما كنشوفوا انه كانت النتيجة تاع الذهاب شوية قاصحة على الفريقين بزوج، لانها كانت هدفين لصالح فريق نهضة بركان وهدف لفريق الزمالك خارج البلد تاعها. وصراحة كنتمناو انه يكون الفوز للفريق البرتقالي رغم صعوبة المباراة ورغم ان السلام عليكم. شنو كنشوف في هذا الماتش؟ يعني مقابله صعبه، لا الفريق البركاني ولا فريق الزمالك، حيت بجوج بهم فريق شويه صعاب. وان شاء الله كنتمنوا الفوز نهضة بركان، وان شاء الله نوليو المغرب باللقب البركاني. الماتش كنتوقعوا باللي غادي يكون ماتش كبير وصعيب في نفس الوقت، ونتمنوا غير التحكيم يكون كما كان في بعض المباريات. وعندنا الثقه كاع في اللاعبين وكمكتب كلاعبين وكمكتب مسير غادي يديروا كاع اللي في جهدهم. انا ما غاديش نمشي للدعاء، نشوف كي يدخلوا اللعابه بالماميطو داروا كاع اللي في جهدهم. وحتى الهدف جا واحد الهدف مباغت، الدراري عاد داخلين جا واحد الهدف مباغت، يعني شويه اثر شويه على الدراري. كنظن كارا بيان سور غادي كنظن كيدافعوا عليه ويدافعوا كاع على الجماهير البركانيه والمغربيه خاصه، ويشرفوا الرايه المغربيه اللي غتكون في التيشيرت ان شاء الله.